صلوا على النبي والله نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم مع ميوكي وأكيتو وهم في نص الغابة، وكانوا في رحلة اكتشافية اللي متعودين يعملوها دايما. وأكيتو بيعاتب ميوكي عشان رفضت إنها تجيب بوصلة عشان يحددوا بيها اتجاهاتهم، وميوكي بتقول له إنهم مش محتاجين البوصلة، وأكيتو بيقول لها إنهم خرجوا من الاتجاه الشمالي وإنهم لازم يروحوا في اتجاه الغرب، وأكيتو بتقول له إنهم اتجهوا فعلا للغرب وهيروحوا دلوقتي ناحية الشرق. وبيتخانقوا مع بعض وبيروح أكيتو ناحية الغرب وبيسيبها مع الجهاز اللي مش شغال. بس فجأة بتسمع ميوكي صوت أكيتو وهو بيصرخ، وبتجري في اتجاه الصوت وبتقع في حفرة عميقة ورجلها بتتكسر. وفجأة بتبص جنبها بتشوف أكيتو وهو ميت بعد ما وقع على صخرة، وبتفضل تعيط وما بتكونش عارفة تعمل ايه. وفجأة حاجة بتتحرك من المية وبيهجم عليها كائن ضخم وبيقتلها. وبعد اسبوع بنشوف زوجين اسمهم جينيفر وإيركي، وبيبقوا بيجهزوا الرحلة استكشافية. وجينيفر بتكون بتفتش في موبايل إيركي في الحمام، وبتنزل تستقبل فيكتور ويولاند وصحابهم، وبيروحوا مع بعض الرحلة وبيعدوا على صاحبهم كاش. وبيكون كاش هو صاحب فكرة الرحلة واللي هتكون اكتشاف كهف في نص الغابة ومش موجود على الخريطة، وانهم هيكونوا اول ناس تكتشفوا. وبيتحمسوا جدا، بس فيكتور وجينيفر بيكونوا مش متحمسين لانهم مش بيحبوا النوع ده من المغامرات، وكل واحد فيهم بيكون رايح عشان شريك حياته عايز يروح مش اكتر. وبيحتفلوا قبل ما بيروحوا، وكاش بيتريق على إيريك وبيقول له انه هينزل الكهف اول واحد وانه عايز يبقى القائد. وبتشوف جينيفر في الحمام يولاند وهي بتشرب نوع ميه معين مخصص للحوامل، وجينيفر بتسأل على الحمل بس يولاند بتسكت، وبتفهم انها حامل وبتكون فرحانه جدا. بس يولاند بتكون خايفه تقول لفيكتور، وجينيفر بتشجعها وبتقول لها انه هيفرح جدا. وبتسألها يولاند عن علاقتها مع إيريك، بس بترد وهي حزينة لأن علاقتهم وحشة ببعض وإنه مش بيحب الأطفال، فيولاند بتواسيها. وفي الطريق بتصور يولاند كل حاجة وبتشوف تمساح وبتخاف جدا، وبتسأل كاش عن التماسيح وبيقول لها إنهم عددهم صغير. وبيطلع مسدس وإيريك بيتخض وبيقول له ينزل السلاح، بس بيقول له كاش إنه مفهوش رصاص. وبيوصلوا وبيجهزوا نفسهم، وبيكون كاش خايف ينزل الأول وبيرجع في كلامه، بس إيريك بيكون شجاع جدا وبينزل الأول، وبعده يولاند وجينيفر وفيكتور، وبيكون كاش الأخير. وبيفضلوا ماشيين في الكهف وبيكون الطريق ضيق لحد ما بيوصلوا الكهف مليان ميه صافيه وواسع. وبينزل إيريك وفيكتور عشان يحددوا عمق الميه، وجينيفر بتخاف وبتحس انها شافت حاجه بتتحرك في الميه، بس إيريك بيقول لها ما تخافش وان مفيش حاجه. وبيجي موجه عاليه من الميه وبيغرق إيريك وفيكتور، بس بيقدروا يخرجوا تاني بسرعه. بس شنطة كاش بتكون وقعت منه في المية ولازم يجيبها لأن فيها مفاتيح العربية وكل حاجة، فبينزل إيريك وفيكتور وكاش عشان يجيبوها. بس فجأة فيكتور بيصرخ وبيكون في بق التمساح، وبينزل بيه المية وبيكون إيريك عايز ينقذه بس ما بيعرفش. ويولاند بتكون على الناحية التانية وبتصرخ وبتنادي على فيكتور، وبيكون بينزف وإيريك بينزل وينقذه، وبيكون قدر يهرب من التمساح بسبب عمق المية القليل، بس بيكون مصاب بجرح كبير في بطنه. وفي الوقت ده يولاند وكاش بيكونوا في الناحية التانية، وبيظهر جثة فجأة، وكاش بيخمن إنها ممكن تكون جثة السائح اللي كان مفقود من أسبوع. وبيشوف إيريك مستوى المية وهو بيرتفع وبيكون المطر شديد جدا، ولو استنوا أكتر من كده كل مخارج النفق هتتسد، ومش بيكون قدامهم أي مخرج غير الممر اللي هما جم منه بس بيبقى مليان مية. وإيريك بيقول لكاش إنهم يغطسوا ويوصلوا لأول الممر عشان يلقطوا شبكة ويكلموا حد ينقذهم، بس كاش بيرفض وبيخاف من التمساح. وبيقول له إيريك إن التماسيح بتحب تسيطر على المنطقة كلها، وإنهم هيهجموا عليهم لحد ما يموتوا حتى لو مش جعانين، عشان كده لازم نخرج من النفق بسرعة. وبيفكر إيريك مع يولاند وبيقول لها ترمي جثة السائح في المية عشان يعرفوا يروحوا ناحية المخرج والتمساح يتشتت. وبترمي الجثة فعلا وبيخطفها التمساح. وبينزل كاش وإيريك بهدوء، بس بيعرفوا إن التمساح بيعرف مكانهم من الذبذبات اللي بتحصل في المية، فبيتحركوا بالراحة وبيوصلوا للممر وبيخرجوا من الكهف. ولما بيقفوا عشان ياخدوا نفسهم بيحسوا بحركة، وبينزل إيريك تحت المية بس ما بيلاقيش حاجة. وفجأة فيكتور بيتعب جدا وبيجيله ضيق تنفس، وبيكون جهاز التنفس على الناحية التانية في شنطة كاش. ويولاند بترميلهم جهاز التنفس بس بيقع في المية، وساعتها بتضحي بنفسها عشان تنقذ حبيبها وبتنزل تجيب الجهاز، وبتتحرك ببطء وبتقدر انها توصل لفيكتور بجهاز في اخر لحظة قبل ما يموت، وبيشكرها انها ضحت بنفسها عشان تنقذ حياته. وبتلاقي جينيفر ممر تاني قريب منهم بس بيكون صغير، وبتحاول انها تدخله. وساعتها بتقرر يولاند تعترف لفيكتور انها حامل، وفيكتور بيفرح جدا وبيعيط من الفرحة عكس ما كانت متخيلة. وجينيفر بترجع للكهف وبتبقى مستنية كاش وإيريك، وبيكونوا وصلوا للمخرج بس بيلاقوه مسدود لان المية حركت الصخور وسدت الكهف. وبيرجعوا تاني وبيتفقوا انهم يتقابلوا في الممر التاني، بس بتقع الصخور على إيريك ورجله بتتزنق. وبيكمل كاش طريقه وما بياخدش باله، وبيوصل وبيفضل مستني إيريك يوصل هو كمان. وبيظهر فقاقيع هوا في المية، وكاش بيفكروا التمساح وبيحاول ما يتحركش، بس فجأة التمساح بيظهر من ناحية تانية وبيهجم عليه وبياخده وبينزل بيه المية. وبيقدر إيريك انه يحرر نفسه من الصخرة اللي كانت حشراه، وبيوصل للممر التاني بس ما بيلاقيش كاش.
وبيلاقي لبسه وبيعرف ان التمساح كله، وبيروح لجينيفر ويولاند وبتقول انهم لازم يودوا فيكتور المستشفى دلوقتي، وبيقول لها إيريك انه مش لاقي اي مخرج، وجينيفر بتقول انها لقت مخرج وبتوريهوله، وبتلاقي ان مستوى المية بدأ يرتفع، وبتروح هي وفيكتور مكان تاني اعلى من اللي هما فيه، وبتقدر تساعد فيكتور وبتطلعه فوق صخرة يرتاح عليها. وبتلاقي جينيفر الكاميرا بتاعت يولاند، بس بتكتشف ان في صور ليولاند وحبيبها إيريك، وبتعرف ان صاحبتها بتخونها مع حبيبها، وما بتقدرش تمسك دموعها وبيسألها فيكتور عن السبب، بس ما بترضاش تقوله. وبتظهر شنطة كاش في المية وبتقرر جينيفر تجيبها، وبيكون التمساح وراها، بس بتاخد الشنطة وبتخرج بسرعة، بس وهي طالعة على الصخرة بتتزحلق وبتقع على راسها وبيغمى عليها. بعدها يولاند بتصارح إيريك انها حامل، وبيتعصب عشان قالت لفيكتور ان هي حامل منه هو. وفي الوقت ده بيحاول فيكتور يفوق جينيفر لحد ما بتفوق، وبيقوموا عشان يطلعوا على الصخرة التانية، بس التمساح بيكون وراهم وبياخد فيكتور. وجينيفر ما بتعرفش تعمل حاجة وبتفضل تعيط. وإيريك ويولاند بيروحوا لجينيفر، ويولاند بتسأل على فيكتور وبتقول لهم انه مات. بعدها جينيفر بتسأل إيريك كنت هتفضل لحد امتى مخبي علاقتك بيولاند، وساعتها إيريك بيتصدم وبيحاول ينكر، بس جينيفر بتقول له يقول الحقيقة وما يخدعهاش تاني، فبيعترف لها انه على علاقة بيولاند وان الطفل اللي في بطنها يبقى ابنه فعلا. وبتنصدم جينيفر في حبيبها وصاحبتها، وفجأة بيشوفوا أشعة شمس ظاهرة على المية، وده معناه انه ممكن يكون ممر يخرجهم من هنا. ويولاند بتخاف تنزل تروح للممر ده عشان التمساح، بس جينيفر بتنزل وإيريك بيقنع يولاند تنزل عشان يخرجوا من هنا، وفعلا بينزلوا كلهم، وبيظهر لإيريك التمساح وبيبقى ماسك سكينة في ايده، وجينيفر بتستناه بس التمساح بيهجم عليه وبياخده تحت المية. وجينيفر بتعيط وبتنزل بسرعة للمخرج، وبتاخدها يولاند وبيوصلوا للنهر اللي عدوا عليه وهم في الطريق وهم جايين، وبيطلعوا للطريق وبتكون جينيفر معاها مفاتيح عربية كاش وبيركبوا بسرعة، بس بتسوق بسرعة كبيرة وبتخبط في شجرة وبتقع في النهر. وبيكون نفس النهر اللي كانوا فيه، وبيلاقوا التمساح قدامهم، وجينيفر بتطلع مسدس وبتحاول تقتله بس ما بتعرفش، وبيطلعوا من العربية بسرعة لأنها بتغرق. وجينيفر بتفضل تنادي ليولاند بس ما بتكونش لاقياها، فجأة بتلاقيها طالعة من المية وهي مصابة، وبعدين بيحاولوا يخرجوا من البحيرة بسرعة، بس يولاند بتكون بتعوم ببطء لأنها مصابة. وجينيفر بتطلع قبلها وبتشوف التمساح جاي على يولاند، وبتفضل تضربه بالمسدس بس ما بتقدرش تموته، لكن بتقدر تشتته لحد ما يولاند طلعت من البحيرة، بس للأسف التمساح بيهجم على جينيفر وبيسحبها تحت المية. وفجأة يولاند بتلاقي دم كتير جدا وبتعيط على جينيفر، بس جينيفر بتطلع من البحيرة سليمة، وبنعرف انها ضربته بالمسدس وقتلته قبل ما يقتلها. ويولاند وجينيفر بيخرجوا من البحيرة مسنودين على بعض والفيلم بيخلص. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتب لنا عايزنا نلخص فيلم ايه الفيديو الجاي.